هل صوتي ينفع في التعليق الصوتي؟ خلونا في البداية متفقين إن كلنا صوتنا حلو، لكن التعليق الصوتي مش صوت حلو بس. في حد ممكن يبدأ في الفويس اوفر يكون صوته حلو، بيعرف يأدي، بيوظف إحساسه صح، بينوع في الطبقات وعنده كل المؤهلات اللي تخليه فويس اوفر شاطر، فده بيكون عنده الموهبة ومش محتاج يتمرن كتير ولا ياخد كورسات. حد تاني صوته حلو بس ما بيعرفش يأدي ولا يوظف إحساسه، يبقى أكيد هو محتاج يبدأ التدريب على الأجزاء دي، فهيرجع كام خطوة ورا في التدريب عن اللي قبله. حد تالت ممكن يكون صوته نفسه محتاج تدريب، صوته تخين قوي، رفيع قوي، عنده مشكلة في مخارج الحروف، يبقى ده هيرجع خطوات في التدريب عن اللي قبله واللي قبله. علشان كده في حد ممكن يبقى محترف في شهر واحد، حد تاني في 6 شهور، في سنة، في سنتين، وهكذا. انت بتشوف ايه اللي ناقصك وبتشتغل عليه، فانت هنا ما بتقارنش نفسك بأي حد غير نفسك. لو عندك الشغف وفعلا عاوز تاخد التعليق الصوتي كمهنة، ما يبقاش عندك نقط كتير محتاج تتدرب عليها وتيجي بعد شهر أو 2 وتقول أنا زهقت، أو ده كان فلان بدأ معايا واشتغل قبلي فالحتة دي مش حتتي. ركز على خطواتك وخلي عندك ثقة في نفسك لو انت فعلا عندك الشغف ده، واكتشف انت في انهي مرحلة من مراحل احتراف الفويس اوفر. انا عايدة طاهر، فويس اوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.